السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني اهو فيديو بسرعة، مش متأخر على حسب، يعني هو المفروض يعني بيتصور او بيتمنتج بعد الفيديو اللي فات بيومين، يعني مش عارف بقى هينزل امتى. يعني الفيديو اللي فات بتاع بكره تالتة اعدادي، المفروض بقى ده يعني انا بمنتجه او بصوره بعده بيومين، فعلى حسب بقى انا هتخاذل وهنزله امتى. المهم الفيديو النهارده هيتكلم زي ما شفت في الصامنيل او في عنوان الفيديو، هو هيتكلم عن بيف مصر والمكسيك. ايه بيف مصر والمكسيك ده؟ ارسنك ضد ابو الانوار وابي يوسف. بيف كان مكون من 4 تراكات، واللي بالنسبه لي كشخص هو بيف متفق. كشخص محدش ياخد الكلام عن نفسه، انا شايف انه بيف متفق، وناس كتير يعني زي شايفين انه بيف متفق. بس ما انا مش هنتكلم على الحوار بتاع بيف متفق ده في الاول. احنا هنحلل التراكات ونحسب نقط وهنشوف مين اللي كسب في الاخر. مبدئيا ايه سبب حوار الخناقه، مع ان ابو الانوار وارسنك كانوا اصحاب اصلا في رابر داي. سبب الخناقه بدأ من عند ارسنك، اللي هو اصلا مش معروف ليه سبب الخناقه. ارسنك نكش ابي يوسف وابو الانوار في بار بتاع تراك دراما، وهو البار قال فيه باشا مش بعتمد اسامي في مقارنه. هو البار ده اخبص ارهابي في قاره كله يوطي وقت اما سلاحي يتعمر، او الاوائل كنت تاني مكرر باشا مش بعتمد اسامي في مقارنه. فالمهم ابو الانوار وابي يوسف ينزلوا تراك من اقوى التراكات الاولد سكول، وكدس من اضعف الدسات اللي ممكن حد يسمعها في حياته يعني. هو تراك اولد سكول عظيم بس كدس مش حلو. فيلا نسمع التراك كامل. طبعا زي ما احنا شايفين هو التراك باسمه البويرتو بالمعنى المكسيكي اسمه المينا دي اللي بيبقى مواقف فيها المراكب. فيلا نسمع تراك البويرتو بيقول ايه. ملحوظة أنا بدي نقط على أسامي التراكات، بس التراك مش مفهوم معناه، اللي هو يعني إيه مثلا، مش فاهم يعني إيه المينا الصراحة اللي هي بتاعت المراكب، لكن هنشوف بقى. ونسيت أقول، بس أنا بدي النقط على أساس إيه. أنا بدي النقط على البانش لاينز، على قوة البانش لاين، وبدي النقط على اسم التراك، وبدي النقط على الورد بلاي. والورد بلاي ده اللي هو قال جملة معناها بمعنيين، فاهم يعني. أنا بدي النقط على دي. يا جماعة التراك ده اسمه البويرتو مش البوريتو. طبعا انا ابو الانوار بيبدا بدايه بيقول لك التراك ده اسمه البويرتو مش البوريتو، يعني عشان الناس ما تتلخبطش في الاسم. البوريتو ده اسم اكله اصلا مكسيكيه، فبيقول لك خلي بالك التراك ده اسمه البويرتو مش البوريتو، يعني ما تتلخبطش في الاسم. مش بانش لاين، بس انا حبيت اقول يعني. بص، ما بين الفيرس ابو الانوار مفهوش يعتبر نكشات كتيره، وكل ده تراك نكش، يعني ده مش ديس، بس هو احنا هنعتبره ديس لان هو البويرتو نزل بعديها المويرتو، فاهم؟ فاحنا هنعتبره ديس لان هو ماشي على نفس خطى الاسماء يعني كده. المهم ان احنا هنجيب بس الحاجات اللي فيها نكش، لان ده مش ديس كامل، عكس ديس ارسنك مثلا اللي كان بعده، عكس المويرتو اللي بتاع ابو يوسف وارسنك، فاهمين؟ فانا هجيب النكشات بس. وعكسك على البيت شكلك نسيت، نور روق له الفيوز يا زميلي وخلاه ريبيت. ادي كده بوينت لابو الانوار، لا كده 2 بوينت لان هو فيها وورد بلاي وفيها نكشه. قال له روق له الفيوز يا زميلي وخلاه ريبيت. يعني ايه روق له الفيوز يا زميلي وخلاه ريبيت؟ روق ده تراك قبل البيف كان مع ابو الانوار مع ابو الانوار وارسنك، كان فيت ما بينهم. فروق حرفيا هو يعني علق ارسنك شويه، خلى عشان ابو الانوار ساعتها كان ضارب، فهو يعتبر يعني كان جاي نص مليون، فهو ارسنك اتشاف سيكا. فطبعا دي كده يعني ده كده بانش، ان هو قال له انا كده يعني انا اللي روقت لك الفيوز من الاخر. وليه بقول لك فيها وورد بلاي؟ روق بمعنى ان هو روق له الفيوز، وروق بمعنى ان هو التراك اللي اسمه روق، يعني فاكر التراك روق. فعشان كده ابو الانوار معاه نقطتين، او يعني ابو الانوار وابو يوسف معاه نقطتين. نفسك تعتمد بس يا اسطى انت زنخ، نفسك تتشارك بس مقامك صغر، نفسك تأدي في حفله وتطلب هتكتب في التاريخ مع عبد المطلب دي. ادي كده ندي نقطتين لابو الانوار كمان. ليه؟ هو طبعا ارسنك في النكشه قال له باشا مش بعتمد اسامي في مقارنه، فده قال له انت نفسك تعتمد بس يا اسطى انت زنخ. فطبعا دي رد ببنش. ادي كده دي نقطه كده يعني ابو الانوار وابي يوسف 3 نقط. وليه النقطه الرابعه؟ لان قالوا نفسك تأدي في حفله الطلب هتكتب في التاريخ مع عبد المطلب. ساعتها ابو الانوار كان عمل 3 حفلات، حفله مع ابي يوسف وحفلتين لوحده، والحفلتين لوحده كانوا جايبين ارقام حلوه يعني. فهو ارسنك ساعتها ما كانش عامل حفلات، فبقول انت نفسك تأدي في حفله الطلب عشان كده انت جبت سيرتي في التراك، فاهم؟ فهي دي جايه من كده يعني. في الصراحه ادي كده نقطه، كده 4 نقط. ولسه ما كملناش باقي التراك. نمر على المجال يا شباب ما خدتش وقت وجت في ساعة، لو ابيو ما كانش راب ما كانش النور طلع شعاعة. اكيد صورنا على البوستر يابا الحفلة دي متباعة، طالما بابا على البيت صحبتك لازقة في السماعة.
بصوا عامة مفيش بانش لاين من اللي عدوا دول. انا ليه حطيت الحتة دي في التراك؟ لان هو ادى الشوت اوت لابي يوسف وادى الشوت اوت للبابا اللي هم اصلا معاه في التراك، وقال جملة في الاخر طالما بابا على البيت صاحبتك لازقة في السماعة، اللي هو الشوت اوت يبقى قوي وبرده في نفس الوقت بانش، بس هو مش بانش فاهم. فعشان كده مش هديله نقطة بس يعني حبيت احطها في التراك لان هو يترد عليها في التراك عامة. صباح الخير، انا كتبت ده في ساعتين، لسه بتسمع كيكو سنير وبتسأل هو ده بتاع ايه. طبعا ابي بيقول له صباح الخير انا كتبت ده في ساعتين، بمعنى ايه؟ هو بيقول له انا كتبت ده في ساعتين ان انا هيقل منك في الساعتين دول، شوف الساعتين دول انا هيقل منك فيهم ازاي. ده المعنى، لكن برضو مش بانش فاهم، اللي هو مش هحسبه، بس هي هترد عليها برضو في تراك ارسنك. دوت ويف مش دوت موف، ده راب يا تيس مش كونغ فو. ده كده بانش، هو قال له براب يا تيس مش كونغ فو. ارسنك نكشه قبل كده وقال له دول مش بيرابوا دول بيلعبوا كونغ فو، فهو بيقول له انا براب يا تيس مش كونغ فو فاهم. فهو يعني رد النكش بنكش قوي برضه فاهم، فعشان كده دي نقطة. حسيت نفسي دي العوض انا بقول نقطة مش عارف ليه. اعد لحد 5 وتجروا، عندك حق في دي مش هكذب، اسمك فعلا بنسى افتكره. دي قوية دي. ارسنك قال في اغنية او في تراك ليه قبل كده قال انت تنسى تفتكر اسمي، مش فاكر كان في تراك ايه عامة، ومش مش هجيب اللقطة بصراحة مش هتعب نفسي، بس عامة دي قوية لان هو قال له انت عندك حق فعلا في دي، اسمك انا بنسى افتكره. فنقطة كمان لأبي وابو الانوار. افضل اتفرج انت بارتم وانا بسلطن، جيتك حارتك بلطة تسبق بلطة، الملطة مش غلطة اللي في اسمك برضك. دي حلوة برضو وبنش قوي، وندي نقطة لأبي يوسف لان فعلا في اسم ارسنك هي في غلطة في اسمه، اتوقع في النطق بتاع الانجليزي، انا معرفش ايه الغلطه، بس عامه اللي انا اعرفه هي فعلا إيه، هو ناس كتير قالتها له لما حد يجي يدسه بيقول له شوف غلطه في اسمك، فدي بقى مش اكيد. فرق بين اللي فانز وبتسهر بتباتلوا تحت البيت، وبين البورس بالسحلية اللي لسه بيباتلوا تحت البيت. طبعا هو ليه قال له بورس بالسحلية لسه بتبات له تحت البيت؟ لان طبعا ارسنك كان في رابورداي، فهو بيقول له انت البورس اللي بالسحلية لسه بتبات له تحت البيت. هو طبعا مش بيدس رابورداي، هو بيقول له انت كشخص انت استنيت البيف دي يعتبر عشان تشهرك لان انت لسه بتبات تحت البيت وكده فاهم. لما مكتوبة غني تقول اشتات اشتوت، هتخش شمال هتدوخ مليار خفاش، يا تراب يا تموت. نهى الفيرس او نهى يعني التراك براب اردوائي، يعني قال له هتغني تقول اشياء صوت مليون خفاش يا تراب يا تموت. خفاش ده طبعا شوت اوت لنفسه، يعني هو طبعا كان عامل تراك اسمه وطواط قبل كده فبيقول مليون خفاش يا تراب يا تموت، اللي هو انت قدامي يا هتراب يا هتموت. فهو حرفيا يعني كانت قوية وكبانش كان كويس، ونهاها بكلمة هيثم اللي هو كان شخصية أبي يوسف ساعتها. فيلا نخش على التراك ده بالنسبة لي كديس ضعيف، كتراك حلو، تراك قوي عامة بس كديس ضعيف. نخش على التراك اللي بعده. مبدئيا اسم التراك هديها لي نقطة عامة لأن اسم التراك 73 ده على اسم استنى يا رب ما أقولها، أنا خايف أقولها والله الفيديو يتمسح. هو ده نصر لينا عامة، فده حرب مصر 1973 اللي احنا انتصرنا فيها، فبيقول يعني هو بيقول لك ان انا هقوم بدور مصر وانتوا بالمكسيك وهنشوف مين اللي هيكسب. يلا نسمع التراك. صباح الخير، مساءك خرا اللي يعتب سكتي يشيل. طبعا رد على صباح الخير بتاعته قال له مساءك خرا، يعني فاهم اللي هو انت يومك اسود ده نض. وقال له على ذكر طبعا في تراك بيزكس او اساسيات اللي هو بتاع اللي هو كان ديس على خيري، لما قال له اللي يعتب سكتي يشيل، فهو قال له برضه اللي يعتب سكتي يشيل بيرمي على مين؟ على خيري. فعلا كمل التراك. مهنتي تقيل صغير سن في دايرتي كبير، سيجارتي بفرطها ابيض من فرولتي بيز، بسحب منها وبنفخ دخان اسود من نيتي ليك. هو بيقول له هنا ايه؟ صغير سني في دايرتي كبير، سيجارتي بفرطها ابيض من فرو اللي تي بي. اللي تي بيز ده كان وحش، يعني مش كان وحش، هو وحش خيالي لونه ابيض جدا، فهو بيقول سيجارتي بفرطها ابيض من فرو الوحش ده، بسحب منها وبنفخ دخان اسود من نيتي ليك، يعني عكسها. فطبعا بوينت هنا يا ابني، بوينت للفنان بوينت. لاجل الفيتشر فكرني مين ادى تاني كول، كاني سمعت اللحظه لمبه قال انه باني دول. بص بقى دي جامده قوي، بنش عظيم من ارسنك. فبيقول لك لاجل الفيتشر فكر مين ادى تاني كول، هنا بيتكلم مين؟ ابو الانوار. هو انت ابو الانوار قال له ايه؟ روق له الفيوز، يعني روق له الفيوز على اللي هو التراك بتاع روق، بيقول له انت اللي كلمتني عشان الفيتشر. فكانت دي النقطه تانية لارسنك، او هحسب في المونتاج مش عارف دي النقطه كام الصراحه. مخك هيجيبك للنهية مش شك، ما كنتش اعرف ان نكشتي كافية للقتل، جديد تحركاتك في الراب ماشية بالنغز، محدش مهتم ما تجيبهاش فيك عافية يا بغل. بص بقى هنا ناس ممكن تقول ان ده تناقض من ارسنك، لكن لا ده مش تناقض. هو بيقول له انا فعلا ما نكشتش، بس حتى لو نكشتي وجعتك قوي كده، هو طبعا ان هو محدش مهتم ما يجيبهاش فيك عافيه يا بغل.
بس ليه برضو في بانش هنا؟ البول في الراب ماشيه بالنغز، سكتك في الراب ماشيه بالنغز. دي حقيقه. ابي يوسف كان بيحك في ناس كتير عشان يتشهر في الاول، بس طبعا ده في الاول يعني. دلوقتي هم الناس اللي بيحكوا فيه عشان يتشهروا. على العموم فطبعا ادي نقطه لارسنال على التوضيح وعلى البانش. عندي خط حدود تعدي تتحدق، ده اسمه هوت لاين. حشو السطور ده مش بانش لاينز، دي سوفت دراينز. ماشي، هو مش بانش قوي، بس انا برضو هدي نقطه لان هو فيها وورد بلاي اللي هو قالها بالعربي والانجليزي. ده مش بانش لاين، حشو السطور مش بانش لاينز، دي سوفت لاينز، فاهم؟ ارجعك تكتئب تفتكر التوف تايمز، ينكش 3 في تراك بيسنف السبوت لاين. دي جامده قوي دي، لان قبل تراك البويرتو كان اصلا ابي يوسف منزل تراك حرفيا 90% فيه نكش على باتيستوتا وعفروتو وويجز. فبيقول له انت بتنكش 3 في تراك عشان يسنف السبوت لايت، اللي هو عشان الاضواء تبقى عليك، والاضواء بيرمي بيها على مين؟ ابو الانوار، اللي هو نور اضواء سبوت، فاهم؟ او سبوت لايت يعني. فاهمين يا جدعان؟ يعني فاهمين هو عملها ازاي؟ فطبعا دي 2 يعني، دي 2 بوينت مش واحد. Don't need people like you، شكلك عجزت وده تخيف. You need people like نور لاجل ما تحس انك كبير. دي قوية. بيقول له انت دون بيبل لايك يو، شكلك عجزت والتخريب. دي يو نيد لايك نور لاجل انك تحس انك كبير. انت عايز نور اللي هو بالانوار جنبك عشان تحس انك كبير عليه، مش اكتر، عشان انت يعني ضعيف وكده فتحس انك كبير عليه. مدعيين الصلابة وانتوا المرة بينكوا سيد، هخليكوا تراب ورجعكم الخرا اللي انتوا فيه. بيقولوا مدعين الصلابة وانتوا البنت بينكوا سيد. يعني ايه؟ يعني هو بيقول له انت البنات اللي هو بيبقوا في المكسيك انتوا هي بتبقوا لاسيادكم، انتوا بتخلوا لها مكان عالي، مثلا ليلة فضة بيري كده، فاهم؟ بس يعني ما مش اقوى حاجة، بس بوينت طبعا. يعني قال الواد بيحب يا تراب يا تموت. طب ما الشباب جابوه في حفلة ميلاد الكرو، يومها تسوحوا بسببه بحجة انه كان مشغول. جاي دلوقتي يذكرهم في تراك علشان يحيوه، مش هيشفعوا لك قدام انا كيان محفوظ. يطلبوني بيلاقوني وقت الافعال موجود. دي قوية. بيقول له انه انت اصلا انت بتقول اسم راب اورداي مع انك اصلا كل شويه بتخذلهم وما بتروحش مثلا الحفلات بتاعتهم وكده. انت بس انت بتناديهم عشان يبقوا جنبك، بس هم مش هيبقوا جنبك عشان انا موجود من زمان وكده. فطبعا بانش قوي ونقطة. شغل جر واستعطاف في الكلام مهروس زي ما ذكر 6ix9ine لما الفانز هنوه. دي قوية فشخ. طبعا ابي يوسف في بيفه مع شاهين، هو قال ايه؟ هو ذكر شباب 6ix9ine عشان يقفوا جنبه، لان هو اصلا كان في ضغط على ابي يوسف كتير، بيقولوا يا يوسف ارجع الدولاب، يا يوسف ارجع الدولاب. فهو لما نزل الدس على شاهين كان دس قوي اللي هو عملتها اجمد. المهم ان الدس ده كان قوي جدا، فهو يعني خلى شباب 6ix9ine يقفوا جنبه لو بيف هتكمل. في الاخر بيف ما كملتش ولا حاجه، بس هو عامه كان دس قوي. فده طبعا بانش عظيم. مش هتسعنا بالنفروق، بعلى بفضل الله وبشغلي ومن بعدها الجمهور. سنك واحد بطوله محتاجش مساعدة في الوصول. اسمي مالي كريدتس الأغنية يعمل لو بتشوف. دي حلوه برضه. هو بيقول له بالانوار انا اسمي مالك كريدتس الاغنيه ياما بتشوف، وانا ما احتاجتش مساعده للوصول. مساعده بقصده ايه؟ ان انت احتجت ابي يوسف عشان تطلع، ودي بالنسبه لي لا جدا يعني. انا شايف ان ابو الانوار طلع لوحده، يعني ابي يوسف ساعده بس هو طلع لوحده، بس ماليش دعوه انا. دي البوينت طبعا. وطبعا البوينت التانية اديها له على ان هو بيقول اسم مالك كريدتس الاغنيه يعمل تشوف. كريدتس الاغنيه دي يعني ايه؟ ان هو اللي عامل البيت وهو اللي عمل الادلبز وعمل كل حاجه، دي اسمها كريدتس، فاهم؟ فهو فعلا في تراك روق هو ما ارسنال عامل كل حاجه الا الليركس، يعني هو كان كاتب باراته وميمو كاتب باراته، فاهم؟ فنقطه. زي البخت الاسود طلع له ينهي، اللي عملته في 500 هعمل ضعفه ب50. انت شبعت بعد جوع، ركز انت ضعت وبتعيد نفس الجمل كأنك الوحيد اللي سعره بيزيد. طبعا كل ده على ابيو من بدايه، من اللي عملته في 500 عملته في 50، لان ابي يوسف ساعتها كان كسر ال 500 تراك. هو حاليا كسر الاكتر والله، ومش منزل منهم تابع غير 100 بس ماشي. هو بيقول اللي عملته 500 عمل ده في 50، اللي هو انت عملته 500 تراك انا عملت ده في 50. بعدها بيقول انت شبعت بعد جوه، ركز انت ضعت وبتخيب نفس الجمل كانك الوحيد اللي سعره بيزيد. هو ابي يوسف كان بيتباع ان هو اول واحد قبض من الراب، فبيقول له انت كلامك بيعيد اكنك الوحيد اللي سعره بيزيد، اللي هو انت لو عيدت الكلام برضو سعرك مش هيزيد، يعني هتفضل زي ما انت. فدي برضو قويه وكده، نقطتين زياده. هتحتاج تعمل رقع من التخريم، وساخة بسيطة الإزالة بقع في غسيل. اولد سكول ايه اللي من غيركو يقع يا سقيل، وانت على بعد فهمته ثانية وتقع من عالبيت. دي قويه على ابو الانوار. فابو الانوار قال في تراك البويرتو الاولد سكول من غير ما يقع تقريبا، مش فاكر قال ايه، بس هو بيقول له اولد سكول ايه اللي من غيركو يقع يا سقيل، وانت على بعد فهمته ثانيه وتقع من على البيت. فانا ابو الانوار كان هيقع على البيت مرتين في التراك بتاع البويرتو، بس هو يعني لاحق نفسه
فيعني كويس يعني هو لحق نفسه، بس هو برضه دي طبعا بانش قوي ونقطة لسانك يعني. مراية في وشك اقلب عليك شعاعك، لو نورك قوي هنصلي عليك ركعتين جماعة. فين ابداعك؟ كسرت ظهرك ولويت دراعك، ده كتب في ساعتين وانا قمت بالاتنين في ساعة. دي جامدة فشخ. بيرد على ابو الانوار لما بيقول له لما ابو الانوار قال له لو ابي ما كانش شرب ما كانش النور طلع شويه، بيقول مرايه في وشك اقلب عليك شويه، لو نورك قوي هصلي عليك ركعتين جماعه. يعني انت لو نورك قوي انت هتموت وانا هصلي عليك ركعتين جماعه. فده طبعا ادي كده اول نقطه. بعدين قال له كسرت ظهرك ولويت دراعك، ده كتب في ساعتين وانا قمت بالاتنين في ساعه. على ابيو لما قال له انا كتبت في ساعتين، انا كتبت ده في ساعتين، فهو قال له انت كتبت في ساعتين وانا قمت بيك انت وابو الانوار في ساعه. فدي النقطه الثانيه. في يعني قويه فشخ يا جدعان. توقيتك بعد نص الليل بساعة، ارميك من البيت ده بالعدة بعد ما تكون لميت متاعك. موت الغفلة هيبقى معنا لوجو الاكسين بتاعك، هجيب لك لقاء مع عزرائيل كأنك ضيف اذاعة. مع انك مشاعر الرعب في البورز، دقات قلبك بحسها من بعد امتار. سنك بينتشر كاكثف نوع من الامطار، قصص قبل النوم اللي بتسبب ذعر للاطفال. ألمك الناعم يضحك بس بيه ما تاثرناش، فخليك طويل الاجل يا اسطى بليز ما تعرضهاش. شغل اهم منك شخصيا لو بيك ما تاخرناش، اقعد على حجر غيري مش فاضيين ما تعطلناش. وقال لك بتوقيتك بعد نص الليل بساعة ارميك من البيت ده بالعدة بعد ما تكون لميت متاعك. التراك بتاع البويرتو كان نزل الساعة 1، وكمان هو عشان هو بيقول لك انت وطواط، فهو يعني بتوقيتك بقى بعد نص الليل بساعة، فطبعا بوينت. والباقي بصراحة مش فاهم اللي هو ترى عزرائيل ما هو ده تراكات لأبي انت كده بتديله شوت اوت. بس ماشي. طبعا كده اللي كسب الراوند الأولى أرسنال باكتساح عامة. استنوا الراوند التانية قريبة، مش عارف امتى. استنوا الراوند التانية عامة هتنزل قريب. وبس كده اشوفك الحلقة الجاية، ومع السلامة. ودي النتيجة اللي ظاهرة امامكم حاليا، وبس ومع السلامة.